السلام عليكم إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم. آه، يعني الموضوع اللي الآن بارز على مستوى الساحة التعليمية هو هذا الشيء ديال التفاعلات والتجاذبات في هذه القضية ديال الأساتذة. نظريا أكاديميا الأساتذة أطر الأكاديميات، ولكن واقعيا ونضاليا ومبدئيا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. غير باش قبل ما ندخل في الموضوع، لانني غنهضر على هذا واحد الجانب القانوني وشنو اللي كتوجد الدوله لحل هذا المشكل. هذا هو الموضوع. ولكن راه كنشوف في التعليقات مجموعه من الاخوان يعني تيقولوا انه هادو راه ما كاين اللي فرض عليهم التعاقد، او راه ماشي جابوا لهم اجتني تعاقد، لا. الدوله فرضات واحد النظام، اللي بغى يدخل التعليم فرضات عليه واحد النظام واحد، فرضت عليه هذا النظام ديال التقاعد في 2016، وهذا النظام ديال يعني التوظيف الجهوي والانظمه الاساسيه اللي خرجوا في 2018 تفرض عليهم. انا باغي تعليم، باغي ندير التعليم، باغي ندوز التعليم، ندوز الامتحانات وندخل بحال الموظفين ديال وزاره التربيه والتعليم، ولكن الدوله ما بغات، قالت لي لا، الا بغيتي دير التعليم خاصك تدخل في هذا النظام. هنا فين جات القضيه، الذين فرض عليهم التعاقد، فرض عليهم التوظيف الجهوي، فرض عليهم الانظمه الاساسيه ل 12 للاطر الاكاديميه. واحد الانسان ما عنده حل اخر باش تقول شكون اللي ماشي مجبر هو اللي بغى. راه هذه فرص ديال امتصاص اولا البطاله، وبنى منه يخدم، وحتى داك الشيء اللي عنده يعطيه في ذاك المجال، لان كاين ناس عندهم مجالات ديال التكوين ديالهم والشواهد ديالهم كتصلح للتعليم، وكاين من ناس اخرين متخرجين في شواهد ديال الاجازات في مجموعه من التخصصات، ما كاينش منافذ ديال الشغل. وبالتالي هذا هو المنفذ الوحيد ديال الشغل. بطبيعه الحال غادي يخدم ويصوفي راسو من العطاله، وفي نفس الوقت غادي يخدم ويقري ولاد الناس. اذا هذا باش غير لان 500 ألف مرة كنشرح هذه القضية على مستوى العموم مع الناس في المواقع، في الفيسبوك، في اليوتيوب. راه الناس تفرض عليهم هذا الشيء، تفرض عليهم لأن ما عندهم خيار آخر. لو كان قلتي الدولة حطت مثلا ها واحد النظام ديال التقاعد، التعاقد، ها واحد النظام ديال النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بغيتي تدخل هذا ادخل، بغيتي تدخل هذا ادخل. ولكن لا، قالت لك صافي حنا ممنوع باقي التوظيف في التعليم الا بهذا الشكل. بوان فينال. نتمنى انه وصلت الفكره. قبل ما ندخل الان لانه كاين الان الحلول، شنو هما الحلول، وكاين واحد الحل الان كتطبخوا الدوله والحكومه مع النقابات. ربما واش كاين اطلاع على اطلعوا عليه النقابات واطلعوا عليه التنسيقيه. انا ماشي يعني قارئ للغيب، وانما عندي شي معطيات حول ما كتب وحول ما كذا، وفيه بعض المسائل. اولا نقرا هذه بعد القضيه ديال الاطر الاساسيه، الاطر يعني الاطر الاساسيه، الانظمه الاساسيه 12 ديال الاكاديميات اللي خرجوا في 2018 كانت خريجه اخرى باش انه لامتصاص الغضب ديال الاساتذه. هذا الانظمه الاساسيه غير قانونيه. اللي مشى مثلا من هاد الناس يتعامل في المحكمه الاداريه ولا كذا، راه ماشي قانونيه. لانه علاش؟ اولا كاين القانون 0007، يعني اللي ديال المؤسس للاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين، اللي تدارت بقانون خاص في 2020، الا كان عقلت ماي 2020. هذا القانون المنظم للاكاديميات الجهويه للتربيه والتكوين فيه جوج المواد مهمين، جوج المواد اللي عندها علاقه بهذا الشيء ديال التوظيف والموظفين ديال الاكاديميات والمستخدمين ديالهم. فيه جوج ديال الماده 10. الماده 10 تتقول بانه كاع الموظفين
لانه هذه الاكاديميات كاع اصبحت المديريات الاقليميه وهما اللي كيتكلفوا بكل شيء ما يتعلق بالتعليم، بالتخطيط، الخريطه الجهويه والبنايات والخصائص وكذا وكذا والتدخل لمعالجه المشاكل. وهاد الموظفين كلهم ديال المديريات اللي تابعه لكل اكاديميه جهويه، اش تقول الماده 10؟ واحد الكلمه، واحد الفعل: يظل. وهذا يظل يعني دائما يظل الموظفون التابعين اللي كاينين في الاكاديميات وفي المديريات الاقليميه التابعه للاكاديميات خاضعين للنظام العام للوظيفه العموميه. اذا هادو ما كاين نقاش، يظل هنا. هذا القانون ديال 0700 قال بان هاد الموظفين يظلون خاضعين للنظام العام للوظيفه العموميه. هذا لان هذا النظام العام للوظيفه العموميه هو اللي كيأثر جميع الانظمه الاساسيه الخاصه ديال التوظيفات في مجموعه من القطاعات. وفي نفس حتى في التوظيفات ديال، لان هذه الماده 10 فيها الموظفون، وكاين الماده 11 فيها المستخدمون ديال الاكاديميات. هذه الماده 11 تحيل الى عندما الا بغات الاكاديميه انها تدير مستخدمين وتوظف مجموعه من المستخدمين الاعوان، يحيل على النظام الاساسي، على واحد المبدا مهم، وهو انه تيقول المستخدمون والاعوان ياك ديال الاعوان. الاعوان هادو المستخدمون ديال الاكاديميه هم اعوان يتم توظيفهم كيفاش؟ طبقا لنظام اساسي خاص، ها هو الانظمه الاساسيه الخاصه ديال الاطر الاكاديميه 12. ولكن هذه الانظمه الخاصه تحدد بمرسوم. وبطبيعه الحال اذا كانت تحدد بمرسوم راه خاصها دير الاحاله للنظام العام للوظيفه العموميه. والواقع الحال شنو كاين؟ واقع الحال انه هذه الانظمه الاساسيه ال12 تم اصدارهم باخراجهم بقرارات مشترك لانهم 12 بقرارات مشتركه ما بين وزير التربيه الوطنيه ووزير الماليه، ماشي بمرسوم. اذا هنا كاين خطا، كاين عيب قانوني، لان القانون 007 المؤسس للاكاديميات، نظام الاكاديميات الجويه، قال ان هاد الناس الاعوان المستخدم هم اعوان توظفهم الاكاديميات بناء على قانون خاص بهم، قانون اساسي خاص بهم يحدد بمرسوم. هنا ما كاينش، هنا كاين قرار مشترك، وفرق كبير بانه مرسوم والقرار المشترك. اذا المرسوم يحدد في المجلس الحكومي ويصدر في المجلس الحكومي وينشر في الجريده الرسميه. الانظمه الاساسيه 12 غير منشوره في النظام في الجريده الرسميه نهائيا. اذا هنا باش تشوفوا الحيف الكبير، يعني باش تشوفوا الفرق الكبير، لان هاد الناس راه ملي كيغوتوا راه كيغوت. اذا وفين وملي كيديروا هما هاد وزير التربيه الوطنيه ووزير الماليه كيسنيو هذا القرار المشترك بناء على ماذا؟ ملي كيديروا لاحاله القانون 0069 الخاص بمراقبه الدوله على المراقبه الماليه للدوله على المؤسسات العموميه. هذا الماده 7 فيه، الماده 7 في هذا القانون ديال 0069 ديال المراقبه الماليه للدوله على المؤسسات المنشات والمؤسسات العموميه للدوله. هذا هو الاحاله، ماشي كيدير احاله على القانون العام للوظيفه العموميه ولا بمرسوم. اذا هنا كاين خطا، كاين عيب قانوني في هذه الانظمه الاساسيه، لانها لم تصدر بمرسوم، في حين انه القانون ديال الاكاديميات، القانون 0007 ينص على ضروره انه هكا هذه الماده يتم توظيفهم طبقا لنظام اساسي خاص بهم يحدد بمرسوم. هذا النظام الاساسي يتم تحديده بمرسوم. اذا هنا الانظمه الاساسيه هنا اللي دارت بقرارات مشتركه بين وزير التربيه الوطنيه والماليه لإحالة على القانون 0069 الخاص بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية. وبالتالي إذا ما بني على باطل فهو باطل. هذه الأنظمة الأساسية
باطله حاليا، معيبه من حيث القانون، بعدم احترامها للقانون، وما كتحلش على. وبالتالي الا جينا للمسائل الاخرى، انه هاد اللي كيقولوا راه صافي حنا هاد الاطر الانظمه الاساسيه كتضمن لكم جميع الحقوق، راه ما كايناش. راه بزاف ديال المشاكل ديال الامتيازات اللي كاينه عند الموظفين ديال وزاره الموظفين ديال الدوله كاملين بصفه بجميع القطاعات ما كاينينش عند هادو. ما عندهمش الحاق، ما عندهمش الحق انهم يدخلوا مؤسسات، ادارات اخرى يدخلوا لها، ولا يدخلوا التعليم العالي، ولا يعني يعني توظيف في مجموعه من القطاعات الاخرى، وما عندهمش مجموعه من التعويضات. وحتى القضيه ديال التاديب، حتى التاديب الان هادشي ديال القرار ديال التوقيف وتوقيف الاجره مباشره، يعني كيبلغوا بتوقيفك عن العمل وتوقيف اجرتك باستثناء التعويضات العائليه، خاصه بطبيعه الحال اللي مزوجين عندهم ولاد. وحنا كنعرفوا انه هادو نقول اغلبيتهم شبان يلاه بداو، قليل اللي تزوج، اللي يلاه تزوج. واش غادي يكون عنده ولاد؟ يلاه يكون عنده واحد ولا جوج. المهم حنا ماشي اللي مهم انه هاد القرارات ديال التوقيف والتوقيف الفوري للاجره كتختلف على ما هو ما تنص عليه، نص عليه النظام العام للوظيفه العموميه، حيث انه الموظف ملي كيدير شي خطا وكذا كيتم التوقيف ديالو في انتظار حالته على المجلس التاديبي. ان القانون الوظيفه العموميه يقول بتوقيف اجرته جزئيا. يمكن ان توقيف اجرته جزئيا، ماشي انه توقف له الاجره كلها. كتعطيه واحد المبلغ، واحد النسبه من الاجره ديالو متوقفوها. علاش؟ لانه هذه مساله الناحيه الانسانيه والاجتماعيه خاص هذا الموظف، لانه اصلا باقي عنده واحد المجلس التاديبي غادي يشوف في الوضعيه ديالو. علاش حنا نحرموه من الاجره ديالو كلها؟ هنا فين كاين الاختلاف. اذا الان اذا جميع الدفعات اللي كانت كيدفعوها تدفع بها التنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، على اننا حنا راه ما كاين، ماشي بحال حنا راه مقصين وما كاينش الانصاف، ما كاينش نظام اساسي. دابا مع هذا النظام الاساسي الجاي اللي غادي يجي، النظام الاساسي ديال كما تيقولوا موحد انا قريت مجموعه من الكتابات على هذا القضيه، ولكن ما لفت انتباهي هو ما يروج حاليا حول الصيغ لحل هذا المشكل. لانه في الاتفاق ديال 18 يناير كان فيه واحد التصريح بانه الحكومه غادي توجد واحد الحل، يعني شنو تيقولوا ليه، حل فيه ابداع، يعني واحد الحل جديد، مطور، واحد الحل جديد اللي غادي ينصف هذا سميتو، يعطيهم ضمانات وكذا وكذا. انا حاليا اللي قريت واللي استشفت مجموعه من التصريحات انه كيحاولوا انه يديروا واحد النظام اساسي خاص، ماشي نظام كل اكاديمي، نظام اساسي خاص بالاساتذه الاطر الاكاديميه، كيتسمى نظام خاص باساتذه اطر الاكاديميات، يحيل على الوظيفه العموميه، على القانون العام، النظام العام للوظيفه العموميه، الاحاله. يعني انه الشرعيه ديالو كتجي من النظام الاساسي، النظام العام للوظيفه العموميه. يعني الاحاله، اذا كان هذه الانظمه تحيل على القانون ديال المراقبه الماليه للدوله على المؤسسات العموميه، هذا غادي يدير احاله على النظام العام للوظيفه العموميه، وغادي تكون مجموعه من الامتيازات اللي كتدخل اللي مخوله للموظفين تابعين للنظام العام للوظيفه العموميه، من حيث التعويضات، من حيث الالحاق، من حيث الاجتياز، الدخول في مثلا مؤسسات، يعني التنقل بين الاداره لاداره، من قطاع لقطاع، ومجموعه من الامتيازات اللي كاينه والحقوق اللي كاينه اللي كيخولها النظام العام للوظيفه العموميه للموظفين. هذه هي الصيغه اللي الان كتروج. ولكن انا كنشوف انه الى غدير نظام اساسي يحيل الخاص بالاطر الاكاديميات، يحيل على النظام العام للوظيفه العموميه وادخلهم، لان المشكل الان دائما هو هذا الجانب المالي. لانك تدخل الى غادي يكونوا هادو تابعين للنظام العام للوظيفه العموميه، فالاجور ديالهم، يعني في الاجور ديالهم والتعويضات وكذا، راه غادي تكون بحال الاجور ديال الموظفين، كتخرج من
الميزانيه لعام الدوله، وبناء على مناصب ماليه، وبناء على رقم تاجير وطني. يعني هذا هو اللي المشكل اللي الان عقده ديال الحكومه، ديال هذه القضيه ديال المنصب المالي. اما راه القضيه تدخلهم في النظام الاساسي، غتدخلهم وتدخلهم في النظام العام الوظيفه العموميه، غادي يخلق اشكال، وغادي يجبرها انها تدير لهم نفس الحقوق من حيث الاجور منين كتخرج، والتعويضات وكذا وكذا. اذا هذا الشيء اللي كاين الان. النقابات مازال ما قالت والو، مازال ما عطات حتى شي تخريجه، علما انها هي قوه اقتراحيه. النقابات قوه اقتراحيه. التنسيقيه هي المطلب ديالها واضح بدون لبس. الوظيفه العموميه يعني ملي كتقول الوظيفه العموميه يعني راه موظف ديال الدوله. عندك يعني النظام ديال الاجور اللي كاين في الوظيفه العموميه تابع لنظام الاجور اللي كاين في الوظيفه العموميه. نتمنى انه يكون حل منصف لهاد الناس، واللي غادي اولا ينصفهم، وثانيا يحد من الهدر المدرسي اللي كاين حاليا. والسلام عليكم ورحمه الله.